السلام عليكم فراشاتي، مرحبا بكم في قناتي رحمة كوزين للوصفات. ان شاء الله تكونوا لاباس وصحتكم ملاحة. وصفتنا لليوم حاجة حلوة للقهوة تاعكم تاع العشية، اللي هي كيكة بذوق البرتقال. كثرت مشينا اليوم هذه وصفة سهلة وخفيفة لدرجة متوصفوهاش، خفيفة خلا مع البنة كالعادة، بنة عظيمة. واش نحتاجو في الوصفة تاعنا؟ بعض ما بدرجة حرارة الغرفة تكونوا مخرجينها من قبل. عندكم نصف ملعقة كبيرة فانيليا ورشة ملح وكاس سكر. انا نقصت درت نص كاس، طلعت بالباتر مليح لمدة 10 دقائق حتى نضعف للخليط ولا ابيض وثقيل. زدت نصف كاس زيت بالعقل خلاص كما تشوفوا في الفيديو، والباتر ما يحبس. كل خيط نفرغ الزيت تاعي والباتر ما يحبسش. نعاودها، الباتر ما يحبسش والزيت بالعقل خلاص. زدت نصف كاس عصير البرتقال، انا جاتني حبه متوسطه. قبل ما نعصرها درت الزاز تاعها، حطيت العصير تاعي اللي هو نصف كاس. طلعت بالباتر لزوز مده 2 دقائق ونحيته. حطيت الزاز تاعي تاع البرتقال وزدت كاس فرينة معمر اللي مغربل 3 مرات، غربلته 3 مرات باش حطيته في الخليط تاعي. ملعقه صغيره خميره فانيليا وبالسباتيل من تحت للفوق باش ما يتحلناش العظام. من تحت للفوق كون مدهونه المول تاعي بالزبده والفرينه، والفرن تاعي على 200 درجه نكون مش عملته من قبل. يعني نقولكم كي تبداو حطلوا العظام تاعكم شعلوه. نحط الخليط تاعي اللي يكون المول تاعي مدهون بالزبده والفرينه، اي مول كيما تحبوا انتم، تاع المسكوتش وش يحب. طيبوه لمده 30 دقيقه حتى 40، يتحمر لنا من تحت للفوق. روعه، والتزيين اختياري. هاي باي باي.